يا اهلا بيكم يا شباب في حلقة جديدة في قناة اوفر ثينكينج. حلقة النهاردة من اكتر الحلقات المنتظرة واللي هنتكلم فيها بالارقام عن اعلى 10 مسلسلات مشاهدة في رمضان 2023. قبل ما نبدأ الحلقة ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان تتابع كل الحلقات اللي جاية. هنبدأ بالمسلسل رقم 10 والأقل مشاهدة في رمضان، واللي هيكون مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني من بطولة سيد رجب وبيومي فؤاد وسلوى عثمان. المسلسل ده برغم شعبيته اللي قلت جدا إلا إنه قدر يدخل قائمتنا بفارق بسيط عن مسلسل رشيد وعملة نادرة، وقدم لنا قصة خفيفة عن الحياة والعلاقات واستحارة شعبية والأجواء الرمضانية والكوميديا اللي بيقدمها، خصوصا للناس اللي كانت حابة ومتعلقة بالجزء الأول وكانت سبب في انه يحجز مكان وسط قائمتنا. المسلسل بيحقق متوسط عدد مشاهدات 1,700,000 مشاهدة في الحلقة الواحدة، وبإجمالي عدد مشاهدات 51 مليون مشاهدة. المسلسل رقم 9 في قائمتنا هيكون مسلسل الهرشة السابعة من بطولة أمينة خليل ومحمد شاهين وأسماء جلال. المسلسل ده فعلا قدر يقدم لنا محتوى مختلف وقيم جدا لقصة درامية عن العلاقات وتأثيرها علينا واللحظات المهمة اللي بنمر بيها على مدار سنين حياتنا، وكمان الأجواء المميزة اللي قدمها قدر يخطف أنظار ناس كتير جدا، وكان واحد من أكتر المسلسلات جدل في الفترة اللي فاتت. المسلسل بيحقق متوسط عدد مشاهدات 3 مليون مشاهدة في الحلقة الواحدة، وبإجمالي عدد مشاهدات 45 مليون مشاهدة في ال 15 حلقة. المسلسل رقم 8 معانا هيكون مسلسل الأجهر من بطولة عمرو سعد ودرة وسيد رجب. المسلسل برغم انه عامل خلطة ما بين اعمال تانية متشابهة لعمرو سعد وما قدم لناش اي جديد، قصتنا هنا بتاخدنا لرحلة معتادة عن شاب بيتهموه بالقتل، فبيضطر انه يهرب ويغير اسمه ويعيش في رحلة البحث عن اخواته ويكتشف كل الغموض اللي في ماضيه وسط كل الصراعات اللي بيتحط فيها. المسلسل بيحقق متوسط عدد مشاهدات 3 مليون و800 ألف مشاهدة في الحلقة الواحدة، وبإجمالي عدد مشاهدات 114 مليون مشاهدة. المسلسل رقم 7 في قائمتنا هيكون مسلسل الصفارة من بطولة أحمد أمين وطه دسوقي وآية سماحة. المسلسل اللي قدر انه يبقى أفضل مسلسل كوميدي في رمضان السنة دي، وبفكرته العبقرية عن الصفارة اللي بيقدر من خلالها انه يرجع بالزمن، وفي كل مرة بيرجع فيها كل حاجة بتتغير في حياته، وقدرنا من خلالها نشوف شخصيات وأحداث كتير ممتعة استمتعنا بيها خلال أحداث المسلسل. المسلسل بيحقق متوسط عدد مشاهدات 4 مليون و600 ألف مشاهدة في الحلقة الواحدة، وبإجمالي عدد مشاهدات 69 مليون مشاهدة في ال 15 حلقة. المسلسل رقم 6 معانا هيكون مسلسل بابا المجال من بطولة مصطفى شعبان وباسم سمرة ورياض الخولي. المسلسل بيقدم تيمة شعبية مكررة، حتى الإفيهات والقصة تحسها معتادة، واللي بتحكي لنا عن شاب بيعيش مع أمه في حارة شعبية ومحترف في صيانة العربيات، ومع الأحداث بيتعرض لصدمات بتغير كل حياته، وبيلاقي نفسه وسط صراعات كبيرة وانتقام، خصوصا لما يكتشف كل حاجة في ماضيه. المسلسل بيحقق متوسط عدد مشاهدات 5 مليون مشاهدة في الحلقة الواحدة، وبإجمالي عدد مشاهدات 150 مليون مشاهدة. المسلسل رقم 5 في قائمتنا هيكون مسلسل الكبير قوي الجزء السابع من بطولة أحمد مكي ورحمة أحمد ومحمد سلام. المسلسل ده برغم انه كان مخيب للآمال وما قدمش المستوى اللي كلنا متوقعينه، ولكن كان قادر انه يحتفظ بجمهور كبير جدا ويكون واحد من أعلى نسب المشاهدة، واللي بيقدم لنا قصة وأحداث كوميدية في المزاريطة والمواقف والمفارقات اللي بتحصل في بيت الكبير. المسلسل بيحقق متوسط عدد مشاهدات 5 مليون و300 ألف مشاهدة في الحلقة الواحدة،
وبإجمالي عدد مشاهدات 159 مليون مشاهدة. المسلسل رقم 4 معانا هيكون مسلسل تحت الوصاية من بطولة منى زكي ودياب ورشدي الشامي. المسلسل بياخدنا في رحلة جريئة في عالم الصيادين، وبيقدم لنا عمل فني متكامل من الإبداع عن معاناة واحدة بتفقد جوزها وبتضطرها الظروف إنها تسرق المركب بتاعته وكمان تهرب مع أولادها. ومن هنا بتاخدنا قصتنا لملحمة نفسية ودرامية والصراع اللي بتتحط فيه لوحدها عشان تقدر تشغل المركب وتصرف على أولادها وسط كل التحديات اللي حواليها. المسلسل بيحقق متوسط عدد مشاهدات 6 مليون و500 ألف مشاهدة في الحلقة الواحدة، وبإجمالي عدد مشاهدات 98 مليون مشاهدة في ال 15 حلقة. المسلسل رقم 3 في قائمتنا هيكون مسلسل ضرب نار من بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وماجد المصري. برغم الملاحظات اللي ممكن نقولها على المسلسل ده، لكنه بيقدم لنا الدويتو القوي جدا اللي ليهم قاعدة جماهيرية كبيرة، وقدروا انه يحقق نسب مشاهدة عالية جدا بقصة بتحكي لنا عن جابر ومهرة اللي بتجمعهم الظروف مع بعض، وبداية معرفتهم هتاخدنا لتحدي كبير ما بينهم وهتكون سبب في كل حاجة هتحصل بعد كده. المسلسل بيحقق متوسط عدد مشاهدات 7 مليون و200 ألف مشاهدة في الحلقة الواحدة، وبإجمالي عدد مشاهدات 216 مليون مشاهدة. المسلسل رقم 2 معانا هيكون مسلسل المداح الجزء الثالث من بطولة حمادة هلال وهبة مجدي ويسرى اللوزي. المسلسل برغم المط الكتير في الأحداث إلا إنه للسنة الثالثة على التوالي قدر إنه يكسب حب الناس ويكون واحد من أعلى المسلسلات مشاهدة في رمضان السنة دي. بتاخدنا قصة المسلسل في رحلة جديدة ومشوقة مع صابر المداح اللي بيخلف، وبتبدأ قبيلة من الجن إنها تطارده عشان تاخد ابنه. المسلسل بيحقق متوسط عدد مشاهدات 8 مليون مشاهدة في الحلقة الواحدة، وبإجمالي عدد مشاهدات 240 مليون مشاهدة. المسلسل رقم 1 في قائمتنا وأكتر مسلسل مشاهدة في رمضان هيكون مسلسل جعفر العمدة من بطولة محمد رمضان وهالة صدقي وأحمد داش ومي كساب وإيمان العاصي وزينة. المسلسل ده قدر إنه يكسر كل الأرقام القياسية بمعدلات وشعبية كبيرة جدا ما حصلتش من سنين، واللي بيقدم لنا خلطة مميزة من الدراما والكوميديا لدرجة إنه وصل إنه يبقى حديث الشارع والسوشيال ميديا في الفترة الأخيرة. المسلسل بيحقق متوسط عدد مشاهدات 19 مليون مشاهدة في الحلقة الواحدة، وبإجمالي عدد مشاهدات 570 مليون مشاهدة. وبكده تكون حلقتنا النهاردة خلصت. كل سنة وانتوا طيبين. اكتب لنا كومنت بالمسلسل اللي شايف انه رقم 1 في الموسم ده، وايه المسلسلات اللي اتظلمت وشايف انها كانت تستحق مشاهدات اكتر من كده. وقبل نهاية الحلقة كالعادة ادعمنا بلايك واشترك في القناة وفعل الجرس علشان تتابع كل الحلقات اللي جاية.